السلام عليكم اخواتي حبيباتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الطرطه اللي هي بسيطه بزاف. بغيت نشارك معكم غير الفرحه ديال نجاح ديال ولدي في الباك. عقبال وليداتكم كاملين ان شاء الله، والله ينجح وليدات كاملين وربي يصلح وليدات كاملين. فلهذا غنمر معكم الطريقه ديال التحضير والمقادير. بسم الله على بركة الله. أول حاجة غنبداو بها هي الكريمة. عندي هنايا 6 ديال أصفار البيض، واحد ساشي ديال فاني، نص كاس ديال السكر، يمكن لكم تزيدوا ولكن أحسن تكتفيو بهذا القدر، نص كاس ديال مايزينا أو النشا، جوج كيسان ديال الحليب عامرين، وعندي هنايا 150 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ. صافي في واحد كاسرونه غنعمل ساشي ديال فاني، غنضيف له السكر، مايزينا، غنخلط النواشف كامله مع بعضها. انا غنضيف ديك اصفار ديال البيض، عندي هنا 6 ديال اصفار البيض بحال اللي قلت لكم. بالنسبه للابيض ديال البيض احتفظت به، غنعملوا الكيكه، يعني ما عضي حتى حاجه. صافي غنضيف هنايا ديك الحليب، غنضيف الكاس الاول ونخلط مزيان. انا غنضيف الكاس الثاني ديال الحليب. صافي غنعملو على النار، نبقى نخلط وانا وهو فوق على النار، نبقى نخلط وهو فوق على النار حتى يعقد معنا الخليط. صافي من بعد ما عقدت الكريمه غنضيف لها هنايا 150 غرام ديال الزبده. صافي نخلطو مزيان حتى نحصلو على خليط كريمي. هنا غنقسم الخليط على جوج. من بعد ما قسمت الخليط غنغطيه بفيلم الومنتير، نغطي له الوجه ديالو، ما نخليش الوجه باش ما تكونلاش ديك القشره، يعني نغطي مزيان الوجه ونعملو في الثلاجه كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. نعملو في الثلاجه نخليه يبرد مزيان.
من الاحسن نعملوه في المجمد، لان اليوم الحراره بزاف، عرفتي ديك الطرطه عذبتني بزاف، دغيا كتسيح. صافي هنا غنمروا التحضير ديال الكيكه. هنا عندي كاس ديال الطحين، ملعقه صغيره ممتلئه ديال الخميره، وعندي هنا كاكاو المر. بالنسبه للكاكاو المر عملت 2 ساشيات، وبالنسبه للطحين عملت هنايا كاس. من بعد ملي نخلط الكيكه نشوف واش الخليط يزيد يحتاج للدقيق او لا. المهم نغربل النواشف كامله مع بعضها مزيان. هنا عندي 6 ديال ابيض البيض، 6 ديال اصفر البيض استعملته في كريمه. هنا عندي 6 ديال ابيض البيض، ضفت له بيضه مكموله، يعني بيضه مكموله ضفتها له. صافي عندي هنا نص كاس ديال السكر، غنبقى نضيفو بالتدريج. غنطرب البيض بالطراب الكهربائي، والسكر نبقى نضيفوه بالتدريج وانا كنخلط. هنا من بعد ما طربت بيضات مع السكر وتزاد الحجم ديالو، غنضيف 1 ياغورت باي نكهه عندكم، ما كيهمش، مهم 1 ياغورت. هنا غنضيف نص كاس ديال الزيت حتى هو بالتدريج، يعني كنضيف شويه وانا كنطرب حتى نسالي الكميه كامله. صافي من بعد ما تخلطوا المكونات مزيان غنضيف هنايا ديك النواشف كامله دقه واحده، وغنبقى نخلط بشويه بشويه من التحت للفوق، غير بشويه. كما قلت لكم خلطوا عيب بشويه، انا هنا سرعت الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل. انا غنزيد شويه ديال الطحين لان جاني الكيك خفيف، غنزيد تقريبا نص كاس ديال الطحين.
هنا عندي المول اللي دهنته بالزبده ودردت عليه الدقيق او الطحين. صافي غنفرغ الخليط ديال الكيك وسط المول. ضروري من هاد الحركه هادي باش تجيني الكيكه من الفوق مستويه، ما تجينيش عامله ديك القبه. صافي غنخبط شويش المول باش يخرج من الكيك ديك الهواء. صافي دخلت الكيكه الفران على 180 درجه حتى طابت. صافي ملي جبدتها خليتها تبرد غير واحد شويه، ما خليتهاش تبردت مزيان، غير واحد شويه وصافي. هنا غنقطع الكيكه على جوج كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. شوفوا كيفاش جات، شوفوا خفيفه ورطبه. صافي نحاول نحيد ديك الفوقاني ديال الكيكه باش تجيني كيكه نيشان، ما تجينيش عوجه. هنا غنجيب هذا الاطار هذا غنعملو على الكيكه ونشدو على العبار ديال الكيكه. مهم ما نخليش الفراغات في الجوانب باش ملي نعمل الكريمه ما تخرجليش من تما. نحاول نزيرو مزيان. صافي غنسقي الكيكه بالسيرو. بالنسبه للسيرو عملوا اي سيرو كيعجبكم اولا كتفضلوه اولا عندكم، واخا تعملوا مشروب غازي اولا الحليب اولا قهوه سريعه الذوبان اولا سكر والماء والليمون، المهم اللي عجبكم. هنا جبت ديك الكريمه من الثلاجه غنطربها بالطراب الكهربائي. كما شاهدتوا معايا كنت قسمت الكريمه على جوج، جوج باقي محتفظين به حتى الاخر. وهذا الجزء هذا غنطربو مزيان. صافي من بعد ما طربته غنفرغو على ديك الكيكه اللي عندي في وسط الاطار، غنفرغو كامل. هنا نحاول نقادو مزيان بالسباتولا باش تجيني مقاده. غنجيب كيكه اخرى او نص اخر ديال الكيكه حتى هو غنسقيه. وصافي غنحطو على ديك
فوق ديك الكريمه. نحاول نضغط شويه باش تشبر مزيان. هنا عندي 100 مليلتر ديال الكريمه. انا استعملت غير هذه لان اصلا فيها 100 مليلتر، كتعمل غير 5 دراهم. غنعملها فوق النار حتى تسخن. من بعد ما سخنت غنضيف لها 80 غرام ديال الشوكولاته الاسود. صافي غنضيف شويه بشويه وانا كنخلط حتى يذوب كامل ويتجانس مع بعضيتو. من بعد ما تذوب المكونات يتخلطوا مزيان، نخليه يدفى واحد شويه. ما نعملوش على الطرطه وهو سخون، لا، نخليه يدفى واحد شويه ونفرغو بهذه الطريقه هذه. نحاول نوزعو كامل على الطرطه. صافي ونعملو في الثلاجه. صافي جبت الجزء الثاني من الثلاجه حتى هو، وغنضيف له ديال الكريمه، وغنضيف له جوج ديال الساشيات ديال الكاكاو. غنضيف وحده ونخلط، من بعد نضيف الثانيه ونخلط. غنخلط هيدا بالطراب اليدوي، عاد نخلط بالطراب الكهربائي، واذا بغيتو تخلطوا بالطراب اليدوي خلطوه، ماشي مشكل. عيديكم شويه ديال الوقت ولكن ماشي مشكل. انا خصنا غير باش نسالي دغيا وصافي. وغنطربعيه بشويه لان اصلا داكشي كامل غيطير في السما، عاوسخ الحيوط وكلشي. صافي هنا غنغطيه بفيلم المونتيغ. بطبيعه الحال دائما نغطيو، يعني نخليو بلاستيكه ملامسه للكريمه باش ما تكونش ديك القشره. وغنعملوه في الثلاجه. هنا انا جبت ديك الطرطه من الثلاجه. صراحه خليتها غير واحد ساعه. من احسن تبت. انا مهم زربت عليها، خرجتها غير ساعه المكانه. صافي خرجتها، لا هي ولا ديك الكريمه مع الحراره، يعني ما عاونتنيش الطرطه بالمعنى. فهمتوا كيفاش؟ خليوها في الثلاجه ليله كامله، وحتى ديك الكريمه خليوها ليله كامله. صافي باش تعاونكم ملي تذوقوها، وهذه تعاونكم ما تعذبكمش وما تسحش دغيا. انا هنايا خليتها غير ساعه وصافي. كريمه كذلك خليتها غير ساعه. ملي خدمت ديك الكريمه يعني دغيا كدوب، خصوصا الحراره اليوم مع الكوزينه اصلا عندي فيها الحراره بزاف. صافي هنايا نحاول نعمل ديك الكريمه في الجوانب. المهم كما قلت لكم خليوها تبت ليله كامله من احسن، لا هي ولا الكريمه. انا زربت عليها كتشوفوا الكريمه يعني سايحه او كدوب دغيا بتجري. المهم الفكره وصلت، انا وريت لكم الطريقه وكل شيء، وانتم اعملوا بالنصائح. صافي من بعد ما عملت ديك الكريمه في الجوانب غطيتها مزيان، عملت هاد الكريمه هذه نفسها في واحد البوش، وزينتها بهاد الطريقه هذه. والتزيين كيبقى اختياري وانتم شنو يعجبكم. صافي بقات لي شويه ديال الكريمه ما خليتهاش تضيع، عملتها حتى هي في الجوانب في القاع. هانتوما كتلاحظوا، شوفوا الكريمه كيفاش كتذوب. المهم عذباتني حيتاش الحراره بزاف اليوم.
صافي هنا في الفوق عملت زينتها بالشوكولات الابيض، عملت فيها اسم زيد باك 2025، وديك باك 2025 جاتني كبيره، المهم قدتني تما غير 25. من تحت عملت باك 2025. المهم التزيين كيبقى نتوما كيفاش خصكم تعملوا. عملت شويه ديال العقيق من الفوق، مهم غير باش نشارك الفرحه ديالي معاكم. صافي ها هي. وحتى ملي تزينوها وتساليو عملوها في الثلاجه، انا مباشره صورتها معكم باش نسالي التصوير دغيا. عملوها في الثلاجه باش تشبر مزيان. صافي مهم هنا غنقطع معكم كما العاده. هانتوما غتشوفوا حتى الكريمه من داخل حتى هي باقي دايبه، يعني من احسن الطرطه تبقى لكم في الثلاجه. هانتوما كتشوفوا من داخل، المهم في المذاق جات ولا اروع. كنتمنى ينال بالاعجاب ديالكم هذا الفيديو، ومبروك على الناجحين كاملين، وعقبا وليداتكم كاملين، وربي يصلح وليداتنا ووليداتكم ووليدات المسلمين يا رب العالمين. هنا نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده، والى اللقاء.